أتدرون ما هو أعظم عمل في ليلة القدر؟ ما هو أعظم عمل يا عباد الله؟ هذا السؤال سألته في مسجدين ولا واحد جاوب إجابة صحيحة، ولا واحد. قلت لهم ما هو أعظم عمل في ليلة القدر؟ فهذا قال الصدقة، وذاك قال الذكر، وذاك قال قيام الليل، التهجد، صلة الرحم، ولا إجابة صحيحة. أعظم عمل في ليلة القدر صلاة المغرب والعشاء. ليش؟ لأنه هدول الفرض. السنة لا تعدل الفرض مهما قمت الليل. الفرض هو أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. المغرب والعشاء في جماعة، هذا أعظم الأعمال وأول ما نبدأ به ليلة القدر. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. ثم بعد ذلك أيضا من أعظم الأعمال ماذا؟ القيام، قراءة القرآن، الذكر. لا في قبل، لسه في قبل. ما هو هذا؟ القلب. نعم، انظر إلى قلبك، هل فيه حقد، ضغينة، قطيعة، تدابر؟ كيف يريد العاق لوالديه أن يرحمه الله في هذه الليلة؟ عاق لوالديه ويقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كيف هذا؟ قاطع للرحم لا يكلم أخته من 20 سنة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كيف هذا؟ كيف لا يكلم جاره ولا يكلم قريبه وصديقه؟ حقد، قلبه أسود، ثم يقول يا رب اعفو عني. إذا أنت ما عم تعفو عن عباد الله قلبك أسود، كيف هذا؟ ابحث في قلبك. ذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم الليل وتصوم النهار، صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. في النار. الله تعالى إلى أين ينظر يا عباد الله؟ لا ينظر إلى هذا، إلى الجيب، ولا ينظر إلى هذا، ولا ينظر إلى هذا، هذه يعني اللحية، ولكن ينظر إلى أين؟ إلى القلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. ها هنا، هذا محط نظر الرحمن سبحانه وتعالى. والله إذا كان قلبك طيب وصافي، والله أنت من أسعد عباد الله، وأنت من أقرب الناس إلى الله عز وجل. أقرب الناس إلى الله وإلى رسول الله أحاسن الناس أخلاقا.